انا اعلنت افلاسي وخسرت كل فلوسي في البورصه، ومحتاج 500,000 جنيه عشان خاطر اعمل عمليه امي. عايز كل واحده فيكم تديني الذهب بتاعها وفلوسها عشان الحق احجز عمليه امي. لا 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 لا، انا متجوزه وانا صغيره علشان انت معاك فلوس واتمتع بفلوسك، مش انت تيجي في الاخر وتقول لي انا عايز منك فلوس. انا عايزه ورقه طلاق تجيلي عند امي، انا رايحه لها بلا امك كفيفه بلا امك مش كفيفه وعمليات. سلام، بلا امك كفيفه ايه؟ وانت يا اميره؟ انا لا يا حبيبي، انا بقى موضوع تاني خالص. انا بالنسبه لي ولا ولا بيع لك ذهبي ولا طلع فلوسي ولا بيع عربيتي ولا الكلام ده. لا يا حبيبي، اصل انت كده كده واخدني بنت عز، فمعلش انا بالنسبه لي طول عمري وانا عايشه ملكه، فما اقدرش يا بابا ان انا في الاخر قاعده اكلها بدقه. فمعلش ورقه طلاق تجيلي. ماشي يا اميره، حاضر، هبعت لك ورقه طلاقك. وانت يا وفاء؟ لا يا حسين، كل اللي انت عايزه كله خيرك يا حسين، كل الذهب والفلوس اللي انت عايزها. حسين انا وفلوسي كلنا تحت امرك يا حسين. اتفضل يا حسين الذهب والفلوس. طب يا وفاء انت بتعملي كل ده ليه؟ بعمل ايه يا حسين؟ ده انت كنت في الجامعه وحبيبي يا حسين. هو في اغلى منك ولا من امك يا حسين عندي؟ ياه، طلعت اصيله والله يا وفاء، طلعتي بنت اصول. لا، امك اهم حاجه تعمل العمليه. رغم ان انا اتجوزت عليكي مره واتنين وكنت انا اتجوز التالتة، وفي الاخر طلعوا هما اندال، وانت اللي انا جيت عليكي مره واتنين وتلاته طلعت اصيله وبتديني فلوسك وذهبك وعايزه تجيبي لي كل اللي انت محوشاه. حسين انت حب عمري وكنت صديقي في الجامعه وحبيبي وكل حاجه، انا اخترتك انت. صدق بالله، والله انا كنت فاكر انت هتطلعي ندله وهم هيطلعوا كويسين. ربنا يشفي ماما وتقوم لنا بالسلامه يا رب، وتبقي كويسه ان شاء الله يا حبيبتي. طلعت اصيله وبنت اصول يا وفاء. ربنا يخليكي لينا. مش قلت لك يا حسين؟ ايه يا امي، عايزاني في ايه؟ عندي شغل، يلا بسرعه. ايه ده بس يا حسين، عايزه اتكلم معاك شويه يا تحت امرك حبيبي. يا امي. طبعا انا عملت العمليه بقالي اسبوع الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. شفت؟ الحمد لله يا امي. بس بقول لك ايه، قولي. انا مش مرتاحه في الجوازات اللي انت اتجوزتها على مراتك دي. يا امي بقى كل يوم مش مرتاحه، ده انا هتجوز الرابعه كمان فلوس كتير يا امي، اوديها فين؟ كتير مش عندي. بالفلوس يا حبيب قلبي تقدر تمتع نفسك. انت ممكن تكون متجوز واحده اصيله وبتحبك، تديك كل حاجه حلوه مهما كان، حتى لو بتحبك لما تتجوز عليها انت بتكسرها. وانا مش مرتاحه للبنتين الاخرى اللي انت اتجوزتهم، ريتاج واميره. دول زي العسل يوم ما تعرفهمش. انا ما احب التخينه، احب الرفيعه، احب الطويله، احب امتع نفسي، معايا فلوس. وده حلال ربنا، مش حاجه حرام يا ماما. انا ما قلتش حاجه يا حبيبي. طيب. انا عايزه اطمن عليك وعايزه اثبت لك ان مفيش واحده بتحبك غير وفاء. كلهم بيحبوني واراهنك. بيبينوا لك ان هم بيحبوك عشان فلوسك، لكن وفاء بتحبك لشخصك وبس. انت عارفه البت اميره دي؟ لسه جايب لها عربيه من قيمه اسبوعين. اللي عملته؟ ايوه اكيد طبعا. اكتر ليه تصرف فلوسك؟ كنت خليت فلوسك انت اولى بيها. انا عندي عربيه قديمه، ليه انت بتصدق؟ هتضحك عليا ليه يا امي؟ دي مراتي يا ابني. انا افهم اكتر منك في الصنف ده. لا، بيضحكوا عليك بالكلام. ما خلاص انت جبتها لها، يعني انت هتبيعها تاني؟ لا، انا بقى هعمل لهم اختبار وابين لك مين بتحبك لفلوسك ومين بتحبك لشخصك، واراهن ان وفاء هي اللي هتكسب. وفاء اللي بيني وبينها مشاكل قد كده؟ هتشوف. هنشوف. وانتي بتشوفي يا ماما؟ ايوه بشوف. من امتى؟ بشوف من اسبوع، وعملت عمليه من اسبوع والحمد لله شفت. بس كنت عايزه اشوف بعيني الحلو والوحش. وقلت لابني انت مبسوط مع نسوانك الثلاثه؟ قال لي ايوه، ده حتى اميره بتحبني قوي، وريتاج مش مخلياني محتاج حاجه، ووفاء طيبه وعلى نيتها. قلت له طيب يا حبيبي، انا هعمل لهم اختبار وعرفك مين فيهم اللي بتحبك لشخصك ومن فيهم اللي عايزاك عشان فلوسك. وعملت الاختبار. شفت يا ابني؟ كلامك صح يا امي. اميره وريتاج بتجري ورا الفلوس، وانا عملت كده علشان لما اموت اشوف مين اللي هتشيل ابني وتشيل همه وقت الشده وتقف معاه وتخاف عليه، هكون مطمنه عليه. كان عندي حق ولا لا يا حسين؟ ايوه كان عندك حق فعلا. الواحد ما يبقاش يتجوز واحده واثنين وثلاثه ولما تعجبه واحده وكده ويتجوزها.
هي بتتجوزك وبتوافق عليك رغم صغر سنها علشان فلوسك، صح، لكن لو مفيش معاك فلوس مش هتتجوزك. كلامك صح يا أم. يبقى ده صح ولا غلط؟ يبقى الأصيلة تفضل معاها خدي يا وفاء، تصونك العمر كله. خدي. وانت يا حبيبة قلبي خدي. طب لو محتاجهم يا حسين؟ لا يا حبيبتي، معاه زيادة، بالعكس الحمد لله ده يا رب. ربنا الحمد عطيه لله. من وسع، لأن ابني نيته خير وعمره ما بيعمل الغلط. اتجوز بس مفكر ان الجواز ده صح. لا، وكمان عامله لك مفاجأة، جايبه لك هدية جامدة، علبة مجوهرات بتاعتي هديها لك، مش ربنا خسارة يخليك فيك. يا حبيبتي، ما تحرمش كفاية ان مني. انت بتحبي ابني وبتخافي عليه. يا ريت كل دي رسالة لكل واحد يفكر يتجوز على مراته اللي بتحبه ويكسر قلبها، ورغم كده بتصبر لانها بتحبه، يبقى هي اولى ان هي اللي تبقى معاه. لكن اللي اتجوزتهم دول وشوش ايه؟ كدابه. كدابة. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا اميره.